مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. جهود بناءة لتطوير المؤسسات الصحية في الإقليم الجنوبي. إهمال مستخدم الدراجات يزيد من حوادث المرور. قوات في غرب ليبيا تطلق سراح عشرات الأسرى من قوات حفتر. إيطاليا تطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية قضية تجسس. قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بولاية كاليفورنيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أوضحت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم الأول من أبريل في مراكز العزل بإقليم القاشبركة والجنوبي وجنوب البحر الأحمر قد كشفت عن إصابة 23 مواطنا بفيروس كورونا، وجاءت 21 إصابة من إقليم القاشبركة و20 منها في أديبرة وواحدة في قلوج، والإصابات الأخرى كانت واحدة في مندفرة وواحدة في عصب. في غضون ذلك شفي 20 مريضا بفيروس كورونا، 18 في القاشبركة واثنان في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3308، شفي منها 3049، ووفاة 10 مرضى، ولا يزال 249 مصابا بكورونا يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات. وزارة الصحة الأول من أبريل 2021. أوضح مكتب وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي تنفيذ مهام بناءة لتحسين قدرة وكفاءة المؤسسات الصحية وتطوير خدماتها خلال السنة الماضية. وأشار مسؤول المكتب الدكتور أمانيل بحرة آب إلى إدخال أجهزة الأشعة السينية وفحوصات القلب والسلة المتطورة ومعدات إنتاج الكلور في 5 مستشفيات، وتركيب معدات العمليات ورعاية الأطفال الخدج في مستشفى الدخالة. كما أشار إلى رفع أعداد الكادر الصحي كما ونوعا وزيادة مراجعة الحوامل بنسبة 64% مقارنة مع عام 2019، وزيادة الولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 3%، ووصول تغطية التطعيم لنسبة 94%. وفي ذات السياق ذكر الدكتور أمانييل بأن مكافحة الأمراض المعدية من البرامج الصحية الأساسية، مشيرا إلى انخفاض الإصابة بمرض الملاريا بنسبة 50% والوفيات بسببها إلى درجة الصفر، وبلوغ نسبة علاج السل إلى 93%. وأوضح بأن العلاج الشعبي تكثر أضراره من فوائده، ويجب على الشعب الوعي بذلك وتصحيح الأخطاء باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات. هذا ويوجد في الإقليم الجنوبي مستشفى مرجعي و4 مستشفيات و3 مستشفيات عمومية و9 مراكز صحية و41 عيادة وعيادتين لرعاية الأمومة والطفولة. أعلن قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط المقدم تادسي برهاني بأن إهمال مستخدمي الدراجات الهوائية وعدم احترامهم لقوانين المرور تسبب في ارتفاع الحوادث المرورية. وقال في مقابلة مع إيرينا بمناسبة استئناف التعليم والفتح الجزئي للمواصلات بأن الدراجات من وسائل النقل التي يتوجب تشجيعها لعدم تلويثها للبيئة، إلا أن أهمال الدراجين يلحق الأضرار بالأرواح والممتلكات. وأشار إلى وقوع حوالي 300 حادث مروري بالدراجات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، مما أسفر عن مصرع 9 مواطن وإصابة 260 بجروح مختلفة، فضلا عن إحداث خسائر تقدر بنصف مليون نقفة. وأوضح بأن المرور بالطرق الممنوعة والأحمال الثقيلة في الدراجة والسرعة الفائقة بالطرق المنحدرة والسير من خلال التعلق بخلفية الشاحنات وسوء قيادة الدراجات تعد من الأسباب الرئيسية لحوادث الدراجات، داعيا المواطنين لاحترام قوانين المرور ومن ثم الحد من الوفيات والإعاقة بسبب الحوادث. وقال قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط المقدم تادسي برهاني بأن احترام قوانين المرور سلوك حضاري، داعيا لمنح الأولوية للمشاة ومنع الأطفال من الخروج بالدراجات، وقيام الآباء والجهات المختصة بتعزيز المتابعة في هذا الوقت الذي يتم فيه استخدام الدراجات بكثافة بمختلف الطرق.
طالب مزارعو مديرية الشعب وزارة الزراعة بتقديم الإرشاد الزراعي والدعم في الوقت الذي ينتقلون فيه من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المروية. وأشار المزارعون إلى وجود وفرة بالمياه الجوفية في المنطقة لهطول الأمطار خلال موسمي الصيف والشتاء وتأثير السيول المنحدرة من الهضبة، مما يشجع ذلك المزارعين لتنمية البساتين. وقال المزارعون بأن تنمية البساتين ساعدهم في ترك حياة الترحال الرعوية والاستقرار وتحسين ظروفهم الاقتصادية، مناشدين بضرورة دعم خبراء الزراعة لهم لضعف خبراتهم في مجال تنمية البساتين. كما ناشد مزارع مديرية الشعب الحكومة للاهتمام بالمجرى التحويلي للسيول الذي ينهار باستمرار ويؤثر سلبا على أنشطتهم الزراعية. تساهم عيادة تمرات في مديرية فورتو ساوا بدور كبير في مجال التوعية الصحية ومكافحة الأمراض المعدية. وقال مسؤول العيادة الممرض رزان مكنن بأن العيادة التي تقدم الخدمات لقرى تمرات وعيلة عبد الله وعد همد وأوحي وكش وعشر وبيت عوض تقوم إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية للمرضى ورعاية الأمومة والطفولة بالتنقل في القرى البعيدة شهريا لتقديم خدمات التطعيم والتوعية الصحية وغيرها، مناشدا بضرورة توفير سيارة إسعاف للعيادة. ومن جهتهم أشاد السكان بمساهمة العيادة في إزالة الصعاب التي كانت تواجه النساء أثناء الحمل والولادة. قام 98 قرية في 14 ضاحية بمديرية غردات أي 96% من قرى المديرية بتنظيم أنشطة النظافة الجماعية. كما تم بحث القانون الصادر لضمان تأمين النظافة الجماعية للبيئة في المديرية. وأوضح السيد دانيال كداني مسؤول إصحاح البيئة في مديرية غردات في التقرير الذي قدمه بأن البرنامج الجاري منذ عام 2009 نفذ الجزء الأكبر منه بمشاركة فاعلة من قبل المجتمع، حيث ساعد في انخفاض الأمراض المعدية. من جانبه أوضح مسؤول إصلاح البيئة في إقليم القاشبركة سيد عبد يعقوب بأن غردات تأتي في المقدمة من المديريات 16 المكونة للإقليم بخصوص تنفيذ برامج إصلاح البيئة، ويجب العمل على تنفيذ ذلك البرنامج في الضاحية المتبقية. وأكد مدير مديرية غردات السيد إساق طعوم على أهمية التنسيق في العمل بين لجنة المديرية ولجان الضواحي للدفع قدما بالإنجازات المحققة. كما أشاد أعيان المديرية بالجهات الحكومية والكادر الصحي لمساهمتهم الكبيرة في تنفيذ البرنامج، مطالبين بحل أوجه القصور في بعض القرى. هذا وتشير وثائق مكتب إصلاح البيئة إلى استخدام 84% من سكان المديرية البالغ عددهم 64548 للمراحيض. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أطلقت قوات في مدينة الزاوية غرب ليبيا سراح أكثر من 100 أسير من قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر في بادرة لتعزيز وقف إطلاق النار المعلن منذ أشهر ودعم الخطوات التي يتم اتخاذها لتدعيم الوحدة الوطنية. وكان الأسرى محتجزين منذ أبريل 2019 عندما شن حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس ومناطق أخرى في الشمال الغربي انتهى بانسحابه في الصيف الماضي. ووافقت الأطراف المتحاربة في ليبيا بعد محادثات بجنيف خلال أكتوبر على وقف إطلاق النار، كما أفضت محادثات سياسية إلى اتفاق هذا الشهر على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحل محل إدارتين متنافستين كانتا تحكمان في شرق وغرب البلاد. وعلى الرغم من أن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر مقره الشرق، فإنه مؤلف من تحالف من فصائل مختلفة يضم مقاتلين من كافة أنحاء البلاد، وأغلب من جرى الإفراج عنهم جاءوا من مدن في غرب البلاد. قامت إيطاليا بطرد موظفين في السفارة الروسية قضاة ضبط عسكري إيطالي وهو يسلم ضابطا روسيا وثائق سرية مقابل مبلغ من المال. وأفادت الشرطة الإيطالية في بيان أنها قامت بتوقيف ضابط في سلاح البحرية إضافة إلى ضابط روسي. واستهدفت العملية قبطان فرقاطة في البحرية العسكرية وضابطا معتمدا في سفارة الاتحاد الروسي، كلاهما متهم بجرائم خطيرة تتعلق بالتجسس وأمن الدولة وفق ما أفادت به قوات الأمن في بيان. واستدعت الخارجية الإيطالية سفير روسيا في روما، وقال الوزير لويجي دي مايو أنه نقل احتجاج الحكومة الإيطالية الشديد وأبلغه بطرد فوري لموظفين في السفارة الروسية ضالعين في هذه القضية. في موسكو قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئاسة لا تملك أي معلومات حول ظروف وأسباب القضية.
معربا عن أمله أن يستمر الطابع الإيجابي والبناء للعلاقات الروسية الإيطالية. ونقلت وكالة أنباء آكي الإيطالية عن مصادر قضائية أن الضابط الإيطالي سلم العسكري الروسي وثائق عسكرية حول إيطاليا وحلف شمال الأطلسي، وأن الاجتماع بينهما جرى في موقف سيارات بالعاصمة. في حادث هو الثالث من نوعه خلال أسابيع بالولايات المتحدة الأمريكية، ذكرت الشرطة في أورانج بولاية كاليفورنيا أن قتلى وجرحى سقطوا في إطلاق نار بالمدينة، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى القبض على مشتبه به. وقالت الشرطة في أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن إطلاق نار أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بينهم قتلى. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 قتلى قبل إلقاء القبض على مشتبه به. ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشكل رسمي، لكن خدمة لوس أنجلوس سيتي الإخبارية ومحطة تلفزيون KNBC قالتا أن إطلاق النار أدى لمقتل 4 وإصابة 2. وقالت الشرطة أن أفرادها وصلوا إلى الموقع عندما أطلق النار، وسقط العديد من الضحايا في الموقع بينهم قتلى. في الخبر الأخير، توقعت منظمة التجارة العالمية أن تشهد مؤشرات التجارة العالمية خلال الفترة القادمة انتعاشا قويا وغير متكافئ بسبب الصدمة التي أحدثها وباء كورونا. وأكدت المنظمة أن آفاق الانتعاش السريع في التجارة العالمية تحسنت، وأن تجارة البضائع توسعت بسرعة أكبر مما كان متوقعا في النصف الثاني من العام الماضي، مواصلا انتعاشه عقب الانهيار الناجم عن الوباء الذي أوصله إلى أدنى مستوياته في الرابع الثاني من العام الماضي. ونقل التقرير عن المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو أويوالا قولها أن الانتعاش القوي في التجارة العالمية منذ منتصف العام الماضي ساعد في تخفيف وطأة الوباء على الأفراد والشركات والاقتصادات. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.